أنا اسمي منى. حياتي ومستقبلي اتغيروا بسبب كلمة قالتها سلفتي وهي بتموت. أنا كنت متجوزة من إنسان كويس جدا، والعيلة بتاعتهم كلها مشوفتش منهم حاجة وحشة غير بقى شوية مشاكل خفيفة مش حابة أحكيها، لكن أهله كانوا طيبين ومعروفين بسمعتهم الطيبة بين الجيران. ولما خطبني الشخص ده سألنا عليه وسألنا على عيلته، والكل شكر فيهم. بصراحة هم ناس أغنياء وعندهم فلوس كتير وعندهم أراضي في كل حتة. وبابا لما سأل عليه قال لي إنه عريس مناسب جدا وأي بنت تتمناه، علشان كده أنا وافقت عليه وقلت فرصة أهرب من مشاكل عيلتنا. بابا صعب جدا، كان دايما يضربنا ويعاملنا بقسوة. قلت لنفسي أروح وأتجوز وأعمل أسرة مع الشخص ده، وده اللي حصل. دخلت العيلة دي وأنا معرفش عنهم أي حاجة، لا أعرف عاداتهم ولا أطباعهم. اتجوزت في نفس البيت معاهم، بس أنا طبعا كان ليا شقة لوحدي، كل حاجة كانت عندي، وكان عندي سلفة ساكنة في الدور اللي تحتي ما كانش عندها أولاد، وكل اخوات واخوان زوجي برضو ما عندهمش أولاد. أول ما اتجوزت كانوا بيحكولي إن أخته دي ليها 15 سنة والتانية ليها 11 سنة متجوزين بس ما عندهمش أطفال. أنا كنت بستغرب وأقول سبحان الله، إزاي كلهم ما عندهمش أطفال؟ ممكن يكون مرض وعندهم كلهم. فاتت شهور على جوازي، أنا ما كنتش بحب الاختلاط، وزوجي كمان قال لي انت تعاملي في حدود مع سلفاتك. هو مش بيحب المشاكل ولا المشاحنات، بيحب يعيش في هدوء. كنت بقعد في بيتي، ومرات كنت بروح عند اهلي، ومرات يديني فلوس واروح للسوق اشتري شوية طلبات ليا او للبيت. وفي مرة كنت قاعدة في البيت مع زوجي، في الفترة دي كان ليا 1.5 سنة متجوزة ولسه برضو ما حملتش. بصيت على زوجي وقلت له بقولك ايه، انا نفسي اخلف. بصلي وقال لي بس انا مش مستعجل، انت شايفة اهو كل اخواتي واخواني لسه ربنا ما رزقهمش باطفال. قلت له طيب ليه ما تروحوش لدكتور، يمكن يكون عندكم مشكلة محتاجة لعلاج. قال لي ليه ما تروحيش انت تكشفي. قلت له انا مستعدة النهاردة قبل بكرة. قال لي خلاص يلا بينا نروح للدكتورة. جهزت نفسي واخدنا بعضنا ورحنا لأقرب دكتورة. الدكتورة كشفت عليا وقالت لي يا مدام انتي ما عندكيش اي مشكلة تمنع الخلفة، وعلشان نطمن اكتر خدي التحاليل دي اعمليها وهاتيها لي الاسبوع اللي جاي، ولو التحاليل كمان طلعت كويسة لازم زوجك يجي ويكشف ويعمل فحوصات، ولو هو هيتكسف يجي عندي انا هبعتك لدكتور زميلي يكشف عنده علشان ما يكونش محرج ويتكلم معاه بكل اريحية. انا فرحت ورحبت بالفكرة ورحت لزوجي وقلت له انا رحت للدكتورة وقالت لي اني سليمة، وقالت لي اعمل التحاليل دي علشان زيادة الاطمئنان. وفعلا عملت التحاليل دي ووديتهم للدكتورة، وقالت لي انتي ما عندكيش اي مشكلة وتقدري تحملي وتجيبي اطفال في اي وقت، ولازم زوجك يعمل فحوصات. رحت واتكلمت معاه، هو كان في البداية محرج بس بعدين قال لي خلاص انا علشان ربنا يرزقني باطفال اعمل اي شيء. راح فعلا عند الدكتور اللي قالت لنا عليه الدكتورة بتاعتي، كشف عليه وعمل له فحوصات واداله علاج، وقال له تمشي عليه 3 شهور وبعدها تعمل تحاليل وترجع لي مرة تانية، ولو لقيت ان حالتك بتتحسن بإذن الله هديك دواء، وبإذن الله من هنا للعام اللي جاي هتلاقي ابنك بين ايديك. زوجي اول ما الدكتور قال له الكلام ده كان طاير من السعادة، وقال لي شوفي اهو الحمد لله لقينا علاج. قلت له الحمد لله الطب اتقدم وكل مشكلة وليها حل. انا فرحت وابتسمت وارتحت جدا، خلاص زوجي هيتعالج وبإذن الله هيتحسن. وبعد ما مروا ال3 شهور الدكتور اعطاه علاج تاني لمدة 3 شهور كمان، وخلال الاشهر دول انا حملت، والفرحة ما كانتش سيعانة. انا كنت حاسة اني هقعد عمري كله من غير اطفال، بس الحمد لله ربنا رزقنا باول مولود لينا في السنة الثالثة من جوازنا. العيلة بتاعتهم كلهم استغربوا ازاي انا وزوجي خلفنا مع ان كل اخواته ما بيخلفوش. انا كنت بقول لهم دي إرادة ربنا، واخوات زوجي ما كانوش بيعترفوا ان العيب منهم وما كانوش بيروحوا يتعالجوا، بس انا الحمد لله يا رب زوجي طلع متفاهم وراح وتعالج وربنا رزقنا بطفل. بس اكبر معاناة بدأت من اهل زوجي لانهم كانوا شاكين فيا، كانوا متأكدين ان زوجي ما بيجيبش اولاد زي اخواته، ولكن الطفل ده جه منين؟ اتهاماتهم ليا كانت بطريقة غير مباشرة، يعني كانوا بينبطوا عليا بالكلام. انا كنت بفهمهم، وكل مرة
كنت بروح لزوجي واحكي له، كان بيقول لي سيبك منهم، خلاص الحمد لله ربنا كرمنا، تعملي مهما تعملي مش هيبطلوا يتكلموا. قلت له عندك حق، وبقيت كل كلامهم وحركاتهم محطهاش في دماغي. سلفتي اللي كانت ساكنه في الدور اللي تحتي جت لعندي، قالت لي انت ايه عملتي؟ قلت لها والله العظيم انا ما عملت اي حاجه، رحت للدكتوره الفلانيه وقالت لي ما عنديش اي مشكله. وبعدها زوجي راح للدكتور والحمد لله اتعالج، الحمد لله يا رب ما كانش عنده مشكله كبيره واتعالج. قالت لي طب اديني رقم الدكتور ده. قلت لها اتفضلي، واديتها الرقم وقلت لها يا ريت تروحي تتعالجي انت وزوجك عند الدكتوره دي. قالت لي والله انا بحاول اقنع زوجي بس هو مش حابب. قلت لها معلش انا هحاول اقنع زوجي واقول له يقنع اخوه، وان شاء الله ربنا يعوض عليكي بالاولاد وتفرحي. قالت لي ان شاء الله. وبصيت عليها وحسيت ان دموعها محبوسه. قالت لي انا رحت لكذا دكتوره وقالت لي ان العيب مش فيا، وانا متاكده 100% اني بخلف. قلت لها معلش ادعي ربنا يهديه. قالت لي ان شاء الله، وسابتني ونزلت شقتها. قعدت انا لوحدي، استنيت زوجي لما جه. قلت له بص انا حابه اتكلم معاك. قال لي خير ان شاء الله. قلت له اخوك مش عاوز يتعالج، حاول انك تقنعه ربنا يبارك فيك. قال لي اقنعه؟ اقنع مين؟ انت ما لقيتيش غير اخويا الكبير؟ ده عمره ما هيقتنع، حتى اخواتي التانيين مش هيقتنعوا. للعلم انا عندي 3 سلايف رجاله متجوزين، وعندي 2 اخوات زوج البنات كمان متجوزين ومخلفوش. انا فتحت معاه الموضوع وكنت متمنيه انه يروح يقنع اخوه علشان يروح يتعالج. قال لي انا ما ينفعش اخسر اخويا علشان موضوع زي ده، هو حر، عاوز يخلف يروح يتعالج، انا ماليش دعوه. المهم اني انا شايف ابني بيكبر قدام عيني، وحتى لما يحصل حمل تاني مش هقول لاي حد. بص عليا لقاني ببكي. قال لي في ايه؟ قلت له انت عارف ان اهلك شاكين فيا اني جايبه ابني بطريقه غير شرعيه. قال لي يشكوا في ايه؟ ده الولد نسخه مني، وانا النهارده هحط حد للموضوع ده. وخرج وهو متعصب، راح عند امه واتخانق معاها. قال لها اياكي اسمع اي كلمه كده او كده بخصوص ابني، ولو سمعت اي كلمه تاني بخصوص الموضوع ده انا هقلب البيت واسيب لكم البيت ده وامشي. هي فضلت تبكي وتحضنه وقالت له خلاص يا ابني، مش انا اللي بتهمها، انت عارف كلام الناس ما بيرحمش، وكمان علشان اخوانك كلهم ما بيجيبوش اولاد سكتت. بس هو قال لها كملي يا امي. سلفتي دي سمعتهم، نزلت وقعدت تتكلم مع حماتي وانا كنت قاعده معاهم. قالت لها استغفر الله يا امي، الطفل ده واضح انه ابنهم، وكمان احنا ما رحناش نتعالج، ليه انت بتتهمي بنت الناس؟ هي هبت فيها وقالت لها ما تتدخليش ما بينا، وخلاص عجبك الحال عجبك، مش عجبك خلاص اطلعي من هنا. هي زعلت وفي اليوم ده راحت عند امها. انا استغربت لانها اتاخرت جدا، ولما رجعت جت عندنا وقالت لنا انا لقيت ولد يتيم اهله رموه عند ناس جيراننا وحابه اني اتبناه. انا قلت ازاي سلفتي ما راحتش عند دكاتره ولا راحت مع زوجها علشان يتعالج، ودلوقتي جايه بكل سهوله تقول انها عاوزه تتبنى طفل. المهم هي اثرت على زوجها ومعرفش ازاي اقنعته انه يوافق. قال لها تمام هاتي الولد ده وانا هتكفل بيه. الولد ده كان كبير شويه، ما كانش طفل رضيع، وبالفعل جابوه وقعد معاهم في البيت. في الوقت ده زوجي قال لي انا هعلمك تسوقي العربيه، وبالفعل علمني واخدت الرخصه، وبقيت بطلع بالعربيه لوحدي مع ابني. وفي مره كنت رايحه اشتري شويه طلبات من السوق، لقيت سلفتي دي في الطريق وكان معاها الولد اللي اتبنته. وقفت لها العربيه وقلت لها اركبي. قالت لي لا انا هتمشى لحد البيت. قلت لها لا ازاي، اطلعي الجو سخن على الولد. وبالفعل ركبت معايا العربيه وركب ابنها من ورا، وطول الطريق وهي ساكته ما بتتكلمش. قلت لها ايه الاخبار، انت كنت عند مامتك هي كويسه؟ وهي برضو ما ردتش عليا. انا سكت ووصلتها وطلعنا كل واحده على شقتها. مرت الايام، انا كنت بطلع واروح السوق وبطلع افسح ابني وهي ما كانتش بتخرج خالص. زوجي سألني على سلفتي، قلت له والله ما اعرفش عنها اي حاجه، اخر مره شفتها في الشارع ووصلتها بالعربيه. قال لي هي امورها اليومين دول مش عجباني. قلت له احنا ملناش دعوه، هي حره في حياتها وعندها زوجها، هم احرار. وفي يوم كنت قاعده في البيت سمعت صوت دوشه شديده في البيت تحت. انا قلت لنفسي يمكن حماتي تعبانه علشان هي دايما بتتعب وبتروح على المستشفى. نزلت اشوف في ايه، لقيت سيلفي بيتكلم مع امه وبيستعجلها وبيقول لها يلا بينا بسرعه، وهي بتقول له استنى يا ابني اصبر لما يجوا اخواتك. واخدها وخرجوا. لقيت حماية، سألته هو في ايه؟ قال لي سلفتك
سلفتك تعبانة جدا في المستشفى. قلت له ليه مالها؟ انا شفتها من كام يوم وكانت كويسة. قال لي النهاردة الصبح اغمى عليها وزوجها وداها على المستشفى واتحجزت. انا طلعت غيرت هدومي واخدت ابني وطلعنا ورحنا على المستشفى. وصلت هناك واتصلت على زوجي علشان اقوله يجي على المستشفى، وبالفعل جه وحصلنا. سلفتي كانت تعبانة جدا والدكاترة قالوا انها لازم تعمل عملية خطيرة في القلب، لانه كان عندها ثقب في القلب والعملية خطيرة ونسبة نجاحها ضعيفة. الكلام ده قالوه الدكاترة لزوجها، وبالفعل دخلت العمليات واخدت 4 ساعات كاملين في العمليات، وبعدها خرجت والأطباء قالوا الحالة خطيرة والساعتين الجايين لو عدوا على خير بإذن الله هتتحسن. بس للأسف الحالة تعبت جدا. الطبيب جه وقال لنا إنه قدامها 48 ساعة وتموت، وخدوها على البيت خليها تقضي ساعتها الأخيرة في وسط أهلها. كلنا كنا في حالة صدمة وذهول، وأخدنا سلفتي ورحنا على البيت لأنها حبت ترجع على بيتها، محبتش إنها تروح عند بيت أهلها. دخلناها أوضتها وكلنا كنا حواليها. هي كانت عاوزة تتكلم مع زوجها وقالت له عاوزة اتكلم معاك، عاوزة اتكلم معاك، وهو ما كانش مهتم بكلامها. انا اخدت بالي وقلت له يمكن هي عاوزة تتكلم معاك ساعة ولا ساعتين، دي امنيتها الاخيرة. قلت له خليها تعيش لحظاتها الاخيرة معاك. حماتي قالت لي ليه يعني؟ احنا كلنا اهلها، احنا مش هنسيبها. وبعتوا لابوها ولامها وجم على البيت وكلنا كنا حواليها في الاوضة. الساعة كانت 8:30. في الوقت ده حصلت صدمة للجميع. كل اعترافاتها اللي اعترفتها وهي على فراش الموت قلبت الدنيا. والكارثة مش في الكلام اللي قالته، الكارثة في الاتهام الباطل اللي اتهمتني بيه. أنا اللي كنت قاعدة تحت رجليها براعيها وهي تعبانة، أنا اللي شربتها المية قبل ما تموت وندمت، بس اللي عملته فيا دمرني. سلفتي حبت تنفرد مع زوجها علشان تحكيله على حقيقة الطفل اللي اتبنته. الولد ده كان ابنها. سلفتي كانت مطلقة لما سلفي اتجوزها، بس هو ما كانش يعرف ان عندها طفل غير شرعي خلفته من زوجها الاولاني قبل ما يتجوزها. غلطت معاه وخلفت الولد، وهو كتب عليها علشان يسترها، كتب عليها لمدة 2 بس علشان الناس يقولوا انها اتجوزت وخلفت الطفل ده عادي، وبعدها طلقها. الطفل ده بعد ما ولدته اتبنته واحدة جارتها، اعتبرته زي ابنها وقالت لها خليه عندك، ولما اتجوز وجوزي يوافق على ابني هاجي واخده معايا. جوزها اتصدم من اللي قالته وقال لها ليه ما صرحتنيش من البداية؟ قالت له مش انا بس اللي عملت الغلطة دي، سلفتي كمان عملت نفس الغلطة، والطفل اللي معاها ده غير شرعي، وانا متأكدة ان الطفل ده لو رحتوا وعملتوله تحليل الDNA هتعرفوا انه مش ابن زوجها. انا كنت مصدومة، قلت لها انا عملتلك ايه؟ انا عملتلك ايه؟ ليه بتتهميني الاتهام الصعب ده؟ حرام عليكي. ومسكتها وخنقتها قدام الكل. قالت لي بعدي ايدك عني، بعدي ايدك. اخدوني وطلعوني بره الاوضة، وطبعا صدقوا كلامها، والاشاعة اللي طلعوها الناس عليا اكدتها سلفتي باتهامها ليا قبل ما تموت. مش عارفة ازاي ما خافتش تقابل ربنا وهي ظلماني، ليه عملت فيا كده؟ المهم هي بعد كام يوم ماتت، وانا فضلت في مشاكل مع اهل زوجي، وزوجي اقتنع بكلامها وقال لي انا هاخد الولد اعمله تحليل. قلت له ازاي؟ انت عارف ان دي اشاعات باطلة، ازاي صدقتهم؟ قال لي صدقتهم بسبب كلام سلفتك اللي وهي بتموت اعترفت بكل شيء. مستحيل تروح تقابل ربها وهي بتكذب، مستحيل. حياتي اتدمرت وبقيت كل يوم في خناقات مع زوجي، والحياة بقت مستحيلة ما بينا. قلت له انه يطلقني بس هو رفض وقال لي انا مش هطلقك، انا هسيبك وهذلك باللي انت عملتيه. قعدت اقول له انا مظلومة، الولد ده ابنك صدقني، بس هو رفض انه يصدقني، وكانت معاملته ليا في منتهى الاهانة والذل، وانا مش عارفة اعمل ايه ولا اتخلص ازاي من الحياة دي. انا تعبت. لحد هنا وخلصت حكايتنا، بس لسه معانا حكايات تانية كتير. لو حبيتوا تتابعوها معانا ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.